بيحكي الشيخ محمد متولي الشعراوي عن زيارة الرئيس محمد نجيب ليه في سنة 82، وبيقول إن أول مرة جاله البيت كانت زيارة مفاجأة، والحارس فتح له وما كانش يعرفه، فقال للحارس قول للشيخ محمد نجيب عايز يقابلك. فالحارس قال له يا عم نجيب الشيخ نايم. فراح قال له يا ابني أنا محمد نجيب أول رئيس جمهورية. ساعتها الحارس طبعا اعتذر له وإنه ما كانش يعرفه، وجرى عليا وصحاني، وطبعا صحيت على طول وقابلته. المقابلة استمرت من العصر للمغرب، طبعا قال فيها تفاصيل كتير قوي. لكن الشيخ الشعراوي بيقول إنه في أول زيارة كان واضح عليه إنه مليء بالمرارة والإحساس بالظلم، لكنه كان راضي. وأنا بعدها بدأت أكلمه عن الأجر العظيم اللي بياخده المظلوم إلى آخره. وبيقول الشيخ الشعراوي إنه لاحظ عليه إنه بيتلاشى تماما الكلام في السياسة، وكان حريص إنه يتكلم في الدين وخصوصا الصوفية، وكان بيسألني أسئلة كتير في الدين وكنت برد عليه. وتكررت الزيارات وكان بيحضر المجالس بتاعتي، وساعات كتير الحضور كانوا بيحاولوا يتكلموا معاه في السياسة أو عبد الناصر، لكنه دايما كان بيتهرب، وواضح إنه كان عايز ينسى كل شيء. محمد نجيب كان قائد الجيش أيام الملك فاروق، وهو اللي قاد الانقلاب على الملك سنة 52. ولما راح يودع الملك فاروق قال له أنت كمان يا نجيب هيعزلوك قريب وهتشوف. وبعد حوالي سنة ونص، وبالتحديد مارس 54، اختلف مع مجلس قادة الثورة، لأنه كان طبعا أغضب مجلس قادة الثورة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر. واتفق المجلس على إقالة نجيب ووضعه تحت الإقامة الجبرية في فيلا زينب الوكيل بالمرج. وفضل في الإقامة الجبرية 17 سنة، من سنة 54 ل 71، يعني بعد وفاة عبد الناصر. وخلال 17 سنة دول كان ممنوع تماما من الخروج من الفيلا مهما كانت الأسباب. أما أسرته فكانوا ممنوعين من الخروج من المغرب للشروق، وكمان كانوا مجبرين لقفل الشبابيك حتى في عز الصيف. أما أولاده الأطفال فكانوا بيروحوا المدرسة بعربية خاصة، وكانت دايما بتتأخر عن مواعيد المدرسة، وحتى في الرجوع كانت العربية تيجي بعد ما كل التلاميذ يمشوا. كانت حجرته مهملة وتليفونه مراقب. لكن مش دي أهم مأساة. المأساة الحقيقية في اللي جاي وفي اللي حصل لأولاده بعد كده. ابنه الأوسط علي كان بيدرس في ألمانيا، وكان ليه نشاط سياسي في الدفاع عن مصر والثورة. وفي مرة وهو راجع اتسلطت عليه عربية فيها 3 رجالة حاولت تدهسه، ولما هرب زنقوه في الحيطة ونزلوا عليه الضرب لغاية ما مات. ولما نقلوه مصر طالب نجيب بالخروج من الإقامة الجبرية لاستقبال جثمان ابنه ورؤيته ودفنه، لكن عبد الناصر رفض. أما ابنه الكبير فاروق فتسلط عليه مخبر يستفز ويهين أبوه لغاية ما فاروق ضربه، واتسحب على الاسم واتسجن 5 شهور، شاف فيهم كافة ألوان التعذيب، وخرج مدمر صحيا ونفسيا ومات بعدها. أما ابنه الثالث يوسف كان بيشتغل مهندس في شركة المقاولون العرب في اسكندرية، واترفد بقرار من عبد الناصر، ومعرفش يشتغل في أي مكان تاني لغاية ما اشتغل سواق تاكسي لغاية ما مات سنة 88. بعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات أفرج عنه سنة 71، وقال له يا محمد نجيب أنت حر طليق، لكن ممنوع تماما من الظهور الإعلامي. وفضل بيعاني من التجاهل لدرجة إن ناس كتير كانت فاكرينه اتوفى من زمان، وتم إلغاء اسمه من الكتب والإعلام، وكان دايما بيتقال فيهم إن عبد الناصر هو أول رئيس جمهورية مصر العربية. وبعد كل المآسي دي ما كانش قدام الشيخ الجليل الشيخ الشعراوي إنه يبرد قلبه بكلامه عن الأجر العظيم والمكانة العالية اللي بيوصل لها المظلوم المقهور، وكلمته المشهورة لو علم الظالم ما يناله المظلوم من الله لحقد عليه وبخل عليه بظلمه. وبيقول الشعراوي بعدها حسيت إن محمد نجيب مشي من عندي مستريح وهادي، وكرر بعدها زياراته كتير. وبعدها أمر مبارك بإرجاع الأوسمة والنياشين بتاعته كلها، حتى اللي كانت من أيام الملك فؤاد، واللي طبعا كانت متصدرة. لكن للأسف بعدها بشهور بسيطة قوي، يمكن أسابيع،
وبالتحديد سنة 84 اتوفى محمد نجيب في عمر 83 سنة بسبب تليف في الكبد. ومبارك عمل له جنازة عسكرية مهيبة وحضرها بنفسه وبجميع الوزراء، وفي الجنازة عدد من مجلس قيادة الثورة اللي أقلوه، واندفن في مقابر شهداء القوات المسلحة، وحط اسمه بعدها على محطة مترو رئيسية في وسط البلد وكوبري وبعض الأماكن الهامة وكمان المدارس الكبيرة، واتعمل له كمان متحف خاص بيه في القرية الفرعونية.